بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت لكم اليوم فيديو جديد. اليوم قاعدة اسوي هذا ريوق. هذا عندي فطر، ثرمته ناعم وحمسته بالزيت وطقيت عليه البيض، قليت طماطة على صفحة وسويت الشاي وراح نتريق انا واطفالي. طبعا هنا كان التصوير كلش ظلمة، ما ادري ليش، كعك وحليب، خير ونعمة، الحمد لله والشكر على كل حال. فيديو سريع وبسيط. هنا عندنا هاي الغدا. هنا زوجي قاعد يشوي السمكة، قاعد يزقفها على الفحم. هذا ابني صور طبعا، هاي فوق. راح اكمل السمكة، وانا ظليت اطبخ بالغدا ما صورته. طبخت التمن وحضرت الشغلات اللي ناكلها ويا السمكة مثل الطرشي، حضرت لبن، ليمون. يعني هذا الفيديو عبارة عن بس طبخات، ما مصورة بيه اي شي. قلت خلنا نشره، صار لي هواي ما ناشرة بالقناة. هنا تقريبا قاعد بعد عوزة شوية السمكة وتستوي. جاي يحط لها الصلصة، سويت لها الصلصة عبارة عن هي كاتشب وليمون وزيت، اخلي انا وصاص ومعجون شوية وملح، تصير صلصة كلش طيبة. هسه اراويكم الصلصة العفو الصلصة شنو السفرة مالتنا. ما بعد ما صبينا هاي السمكة صارت هنا وطعمها تخبل كلش طيبة. طرشي وروبو وتمن احمر سويت ولبن، وخير ونعمة من رب العالمين. بعد تكملة الفيديو عندي سويت بيتزا، بس هم ما صورتها لان مصورة انا كل تفاصيلها فيديو كامل. قلت على ما نصور، يعني صورت هيجي مقتطفات من عندها. طبعا هذا الفيديو كان بوقتها الجو حار، يعني تشوفون اللبن هاي، ولو احنا عادي يعني نشرب لبن بالصيف وبالشتاء، اطفالي كلش يحبونه. هاي البيتزا سويتها للعشاء، قلت خلنا اصورها. صورتها طبعا تعشوا من عندها، والباقي فرسته بالفريز. شو وقت ما يردون بس اطلعها حميها بالمايكروويف وياكلونها، تصير جاهزة حارة كلش طيبة تصير. سويتها وراح ادخلها هنا للفرن. عندي هنا كنت اسوي لهم هذا القطب، هم مصورت انا فيديو بالقناة، العجينة والحشوة، بس صورت هاي النهاية. اقليه وطحنت له شكر واخليه بالشكر، وما يحبونهم على طول اسوي لهم. أتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تبخلون علينا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وأكون ممنونة منكم. هنا بعد ما استوى جاي أطلع مستوي وأحط الماء مستوي. لازم ابنه طلعه أحطه رأسا بالشكر حتى ياخذ الشكر، لأن بعده حار. إذا بارد وأحطه بالشكر ما ياخذ الشكر، يعني يتلبس بالشكر هيك. شوفوا هيك يصير. راح نكمل بهاي الطريقة، وراح أطلع هسه البيتزا وأراويكم إياها.
يتعشون منها، والباقي أضمه بالفريز، ما عليه لا يخرب ولا أي شي. هذا القطب صار جاهز، وهاي بيتزتنا طلعت هاي من الفرن. خليت ذيك الثانية، وشوفوها لا لازقة ولا أي شي، والعجينة مالتها تخبل. أنا أسويها هاي العجينة على طول مالتها، عجينة تصير عجينة وحدة هي، أسويها لكل الفطاير يعني. أتمنى يعجبكم هذا الفيديو. هاي بيتزتنا، شوف من قد ما هشة شلون تتملخ العجينة مالتها، كلش تتملخ. وهنا وياها البيبسي، صبيت وياها البيبسي وراح نتعشى. سهمنا وسهمكم العافية، ونترككم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.